ازيكم عاملين ايه؟ شاومي دايما بتكون قادره ان هي تبهرنا بابتكاراتها المطرقعه شويتين. عمليه احياء موبايل قديم مع بعض التحسينات عشان يكون موبايل قوي ومنافس، دي حاجه مش بنشوفها كتير ومش بتحصل غير من شاومي. وهنا بكل بساطه انا بتكلم على الريدمي نوت 8 2021. وبما ان التحسينات اللي حصلت في الموبايل ده كان اهمها او يمكن هو التحسين الوحيد اللي حصل في الموبايل ده وهو المعالج، فخلينا نبدا من هنا. الموبايل ده بيجي بمعالج ميديا تك هيليو جي 85، معالج 12 نانومتر مع نسخه وحيده وهي 4 رام 64 ذاكره داخليه. ويعني للاسف نوع الذاكره الداخليه هنا ونوع الرام جايين من النوع القديم. ارقام الموبايل ده بتتمثل في 357 نقطه كسنجل كور و1315 نقطه كمالتي كور، وعندك هنا 200,000 نقطه على انتوتو بنش مارك، مع ان المفروض الموبايل يجيب اكتر من كده. والموبايل ده بكل بساطه عدى كل اختبارات السي بي يو ثروتلينج. تعال بقى نبدا في التجربه. هنا هتكون عبارة عن إني هلعب ساعة كاملة على الموبايل ده وأنا شحنه 100%. هشوف بقى أداء المعالج ده، أداء المعالج في الألعاب وفي الحاجات دي هيكون قوي، هل هيكون في دروب فريمات وكل الحاجات دي. طبعا الموبايل هيكون مشحون 100%، وهشوف برضو أداء البطارية في خلال الساعة دي هينزل قد إيه، وعن طريقه برضو هنحدد أداء البطارية ممكن تديك كام ساعة لعب. وبالتأكيد هنشوف بقى موضوع التبريد والحرارة بتاعة الموبايل في الألعاب. الموبايل دلوقتي 100%، الساعة 9:35 دقيقة بالظبط. درجة حرارة الموبايل أو درجة حرارة المكان اللي في الموبايل هي 37 درجة على البرنامج. يلا بقى كده نضرب ساعة لعب ببجي ونشوف بقى الإعدادات والحرارة والبطارية وكل الحاجات اللي قلت لك عليها دي. أول حاجة بالنسبة للإعدادات ودعم الإعدادات بتاعة اللعبة، عندك هنا سموز واخر فريم ريت ممكن توصل له هو الترا فريم ريت، ولو عايز تعلي الجرافيكس اعلى جرافيكس الموبايل ممكن يلعب عليه هو هاي جرافيكس وهاي فريم ريت. وطبعا هنا هنلعب على سموز والترا عشان اخد اكبر عدد من الفريمات. اول حاجه بحب اجربها وهو الجيروسكوب، لان الموبايلات في الفئه السعريه دي الجيروسكوب نادرا لما بيكون مظبوط عليها، دايما الجيروسكوب بتلاقيه بطيء او يعني مش مظبوط. لكن الجيروسكوب هنا الموبايل فيه سنسور جيروسكوب حقيقي هاردوير فعلي، والجيروسكوب هنا ممتاز والحساسيه بتاعته زي ما انت شايف كده ممتازه جدا. عدد الفريمات هنا بيتراوح ما بين 39 و 42 فريم. حاجة مهمة لازم تعرفها ان الاختبار ده هيكون بدون مروحة وبدون تكييف، وكمان بلعب على الواي فاي مش على الداتا. بعد اول ربع ساعة لعب الدنيا تمام جدا، مفيش اي تقطيعات ولا لاج ولا دروب فريمات حصلت الى الان. الموبايل في اول ربع ساعة نزل 5%، وحرارة الموبايل رفعت 10 درجات، رفعت من 37 ل 46. ونكمل بقى باقي التجربة. وبعد ساعة كاملة من اللعب البطارية هنا نزلت من 100% ل 83%، يعني من الآخر كده الموبايل نزل في ساعة كاملة لعب 17%. واما عن درجة حرارة الموبايل ففضلت ثابتة عند 46 و 47، بتتراوح ما بين 47 46، تنزل وتطلع مع الاتش فوق ال 47 تماما. وفي اللحظة دي هتحس بدرجة حرارة الموبايل، أكيد دي حاجة عادية، وطبعا ده المتوقع إنك هتحس بدرجة حرارة الموبايل، وهتحس بالسخونية في الجزء بتاع الشاشة اللي تحت صباعك، وكمان الجزء الخلفي المقابل ليه. حقيقة درجة الحرارة كانت عالية شوية، إلا إنها ما وصلتش لدرجة الحرارة الأوفر اللي تضايقني وأنا ماسك الموبايل كده وأنا بلعب، وأحس إن أنا خلاص بقى أنا محتاج أرمي الموبايل أو مش هلعب تاني. والكلام ده في خلال ساعة كاملة لعب. لو زودت على الموبايل أكتر من ساعة مش عارف بقى هل درجة الحرارة هتزيد ولا هتفضل برضو ثابتة. دي حاجة برضو إيه ممكن نجربها بعد كده، لكن يعني افريج ساعة يعني يعتبر حاجة كويسة جدا لدرجة الحرارة دي. وزي ما قلت لك انا بدأت التجربة الساعة 9:35، نهاية التجربة الساعة 10:39. كده اعتقد ان احنا حسمنا النقطة دي نوعا ما. طيب بالنسبة بقى لباقي الحاجات اللي موجودة في الموبايل، لو انت ما كنتش تعرف النوت 8 اللي هو نزل زمان، النوت 8 العادي، الريدمي نوت 8 العادي، تعالى بقى اقول لك على باقي المميزات والحاجات الموجودة في الموبايل ده. حاليا الموبايل ده واحد من افخم واشيك الموبايلات الموجودة في فئته السعرية. تصميم قديم لكن نينجا، الظهر الزجاجي المنعكس والمتدرج في الالوان مع البصمه اللي جايه في المكان التقليدي اللي في نص ظهر الموبايل، وبوكس كاميرات ببروز عالي شويتين، وجاي بنفس الرصه اللي جايه بشكل طولي اللي كانت برضو شفناها زمان. هتقولي تصميم قديم، تصميم قديم ايوه، لكن ما زال بريميوم وشيك جدا. الفريم هنا جاي من البلاستيك وسميك شويه، عندك هنا سمك 8.4 مللي،
وعندك هنا وزن الموبايل هو 190 جرام. مسكة الموبايل ده متوسطة جدا في الايد وسهل انك تستخدمه بايد واحدة. بتلاقي عندك على اليمين زرار الباور وازرار التحكم في الصوت، وعندك من الشمال مدخل درج الشريحة، والموبايل هنا جاي بدرج الشريحة كامل. عندك 3 مداخل يعني تقدر تركب خطين وكارت ذاكرة خارجي في نفس الوقت. عندك هنا اي ار بلاستر للتحكم في الاجهزة الالكترونية ومايك اضافي للعزل، وعندك هنا مدخل 3.5 مللي ومدخل يو اس بي سي بسرعة شحن 18 واط، وطبعا المايك والسماعة الاساسيين. الموبايل ده عليه طبقة حماية من الخلف والامام، لان زي ما قلت لك قبل كده ان الظهر الموبايل هنا جاي من الازاز. طيب بالنسبة بقى لشاشة الموبايل، هل فيها حاجة مميزة؟ عندك هنا شاشه بمقاس 6.3 بوصه. الشاشه دي جايه من نوع اي بي اس ال سي دي، طبعا دقتها فول اتش دي بلس. والمميز في الشاشه دي ان عندك هنا سطوع بيوصل ل 500 نتس، وزي ما قلت لك على طبقه حمايه من الجيل الخامس. شاشه حقيقي محترمه جدا على سعر الموبايل ده، وبالاخص انها فول اتش دي بلس وسطوعها بيوصل ل 500 نتس. لكن للاسف كنا نتمنى برضو انها تيجي بريفريش ريت عالي على الاقل يعني، لكن هي 60 هرتز نفس الشاشه بتاعت النسخه العاديه منه. تصميمها قديم شويتين، عندك النوتش القديم والحواف اللي هي تعتبر برضو صغيرة على الفئة السعرية دي. الحافة السفلية مش كبيرة ولا أي حاجة، تعتبر من الحواف المتوسطة. وعندك هنا حركة روشة جدا مش موجودة في أي موبايل هنا. عندك هنا افكت كده باللون الازرق، تحسه كده بيلمع وبيتوهج من حواف الموبايل كده والحافه السفليه. عندك كمان هنا لمبه اشعارات، حاجه من الزمن الجميل. شاشه ممتازه ومرضيه جدا على فئه سعر الموبايل. وبحس كده ان فيها حاجه غريبه برضو كنت محتاج اقول لك عليها في تطبيق اليوتيوب. لما بتفتح كده فيديو على تطبيق اليوتيوب ومشغله على جوده قليله، لاحظت الموضوع ده، انها بتحاول تعمل بروسيسنج للصوره، بتحاول تخلي الصوره فيها شارب زياده شويه، لكن لما بتعلي الكواليتي عادي الموضوع ده بيختفي. الشاشه دي كان ينقصها انها تبقى 90 هرتز وكانت هتبقى توب. اما بقى عن صوت الموبايل، فعندك هنا صوت مونو، عندك سماعه واحده عاديه جدا لكن صوتها محترم وعالي ونقي وكل حاجه، لكن برضو ما زالت لا تقارن بالصوت الاستيريو. نيجي بقى لنقطه الشبكات، والشبكات في الموبايل ده غريبه شويه. الشبكه في الموبايل ده بتهيس شويه في الاماكن اللي الشبكه فيها ضعيفه. لو انت قاعد في مكان الشبكه فيه ضعيفه، الموبايل في بعض الاوقات كده هتحس ان الشبكه هيست معاك، هتلاقي ان الشبكه وقعت مثلا مره واحده كده وما بقاش فيه شبكه. لازم بقى تستخدم الموبايل وتقعد تحرك في الموبايل كده اللي هو ايه، فوق بقى يا عم فين الشبكه ومش عارف ايه، لحد ما الشبكه ترجع. لكن في اماكن توفر الشبكه او اماكن الشبكه اللي بتكون فيها كويسه، الموبايل هنا بيقدم تجربه كويسه في الشبكات. لكن في الاماكن الضعيفه الشبكه فعلا ممكن تضايقك شويه. هي مش ضعيفه لكنها متوسطه. بالنسبه لوسائل الامان في الموبايل ده، فعندك طبعا هنا البصمه جايه في ظهر الموبايل، وعندك الفيس اي دي. البصمه هنا شغاله بكفاءه جدا، سريعه جدا، مفيش تجميع ايقونات ولا انيميشن ولا اي حاجه. مجرد ما تلبس البصمه الموبايل بيفتح بسرعه جدا. لكن العيب الوحيد فيها هو مكانها رخم شويتين. الموبايل هنا شغال باحدث واجهه من شاومي المي اي 12.5، لكن فيها بعض الحاجات كده المهمه جدا متشاله، زي مثلا الدول ابس او الواجهه الثانيه. كل المميزات دي كانت حاجات بتميز واجهه شاومي مش موجوده هنا. عندك حاجه بسيطه مثلا زي شريط التحكم الجديد لفيت الدنيا كلها عليه مش موجود. وفي النهايه الاداء عادي، الموبايل مش بيهنج ومش بيلاج، ولكن في نفس الوقت ما بقاش سريع ولا طياره. الواجهه ما زال فيها بعض التقطيعات الخفيفه، لكن ادائها مقبول جدا على فئه سعر الموبايل واداء منافس فعلا. طيب نيجي بقى لحته الكاميرات في الموبايل ده ادائها عامل ايه؟ عندك هنا كاميرا 48 ميجا بكسل اساسيه، وعندك هنا 8 ميجا بكسل الترا وايد، وعندك 2 للماكرو و2 للعزل. التجربه بتاعت الكاميرات هنا ما كانتش سوبر ولا كانت وحشه. الاداء هنا كان متوسط او فوق المتوسط، حاجه بسيطه خالص. الهاي دايناميك رينج الموجود في الصور هنا ممتاز جدا، لكن اداء الكاميرا نفسها والتفاصيل اللي بتقدمها والمعالجه اللي بتقدمها مش افضل 48 ميجا بكسل موجوده في الفئه السعريه دي. السيلفي هنا 13 ميجا بكسل، وادائها وتجربتها برضو مش افضل حاجه. الاداء هنا كان فوق المتوسط، حاجه بسيطه. يعني لو هنقارنها مثلا بالريلمي سي 25، الريلمي سي 25 بتقدم سيلفي ممتاز جدا بسبب المعالجه بس. الموبايل هنا اخره في تصوير الفيديو 1080 مع مثبت، ودي حاجه محترمه جدا. عندك هنا بلوتوث 5.2، وعندك هنا راديو اف ام، لكن ما عندكش هنا ان اف سي. انا بتكلم هنا عن النسخه اللي موجوده في مصر، في نسخ بره فيها ان اف سي. نيجي بقى لاخر حاجه وهي البطاريه وسرعه الشحن. الموبايل ده بيجي ببطاريه 4000 ملي امبير مع سرعه شحن 18 واط، والشحن اللي بيجي مع الموبايل هو 22.5 واط، لكن بيشحن الموبايل بسرعه شحن 18 واط. بطاريه طبعا مش اكبر حجم متاح حاليا، عندك هنا 6000 و5000 وحاجات كتير جدا اكبر من الحجم بتاع البطاريه ده. ولو بصيت على الرقم كده 4000 هتقول ان البطاريه ضعيفه جدا، لكن في الواقع البطاريه دي بتديك اداء ممتاز. ومش عارف ازاي البطاريه هنا بتديك في حدود ال7 ساعات، وده هيخلي ان الموبايل هيكمل معاك اليوم عادي بكل سهوله. لكنها ما زالت مش افضل حاجه لو هتقارنها بال5000 وال6000 زي ما قلت لك. اما بالنسبه لسرعه الشحن فهو المعتاد، يعني سرعه شحن لا غبار عليها في الفئه السعريه دي، نفس سرعه الشحن بتاع الموبايلات الثانيه ونفس الفئه السعريه يعني كده. الموبايل بيشحن من 0 ل 100% في حوالي ساعه ونص لساعتين الا ربع في الحدود دي. واخيرا بتتكلم هنا
عن سعر الموبايل هو 2600 جنيه نسخه الاربعه رام 64 ذاكره داخليه، وهي النسخه الوحيده المتاحه، اي ما يوازي 165 دولار. ففي النهايه هو ده نفس الريدمي نوت 8 العادي اللي نزل قبل كده، لكن مع تجربه العاب افضل هنا في الموبايل. والموبايل ده نازل ينافسه بشده كل الموبايلات الموجوده في نفس فئته السعريه في نقطه الالعاب، وكمان نازل من الاخر كده ياخد مكان الريدمي 9 اللي كان عامل ضجه جامده جدا، وكان برضه موبايل خطير جدا في الالعاب. الموبايل ده بيقدم لك تقريبا نفس التجربه مع بعض التحسينات كده ومع شويه حاجات حلوه. وبس دي كل حاجه عن فيديو النهارده، مش بقى تعمل لايك وسبسكرايب، يلا اشوف فيديو جاي ان شاء الله. سلام.